تعالي أما أقول لِك إزاي تعملي الجبنة الموتزاريلا في البيت وتطلع معاكِ زي بتاعة المصانع بالضبط وبمَطّة رهيبة وجميلة زي كده، كل اللي هياكلها من إيدِك مش هيصدّق إنِّك مصنّعاها في البيت، وعلشان نصنّعها هنحتاج لكيلو من الحليب، أهم حاجة يكون كامل الدسم وهنسيبه لغاية لمّا يسخن معانا، يعني هتحطّي صابعِك كده ما تقدريش تستحمليه، وهننزل عليه بربع كوباية من الخل وهنقعد نقلّب لغاية لمّا الجبنة تفصل بالشكل ده كده، وهناخدها وهنصفّيها كويس، وبعد كده هندوس عليها بإيدينا بالشكل ده كده لغاية لمّا كل السوائل تنزل منها، هنرجع نحطّها تاني في الشرش اللي طالع منها وهنقعد نقلّب فيها كده لغاية لمّا الجبنة تتلم معانا. وهننزّل بقى كل السوائل اللي فيها، وبعد كده هنرجع نحطها في مَيّة ساقعة متلجة علشان تتماسك معانا، وهنصفّي كده المَيّة اللي فيها كويس، وعلشان نحوّلها إلى جبنة موتزاريلا هنجيب طاسة على النار فيها مكعب من الزبدة، ولمّا يسيح معانا هننزل بقطعة الجبنة وهنرش عليها رشة بسيطة جدًا من الملح، ونقعد نقلّب فيها لغاية لمّا تمتص كمية الزبدة اللي في الطاسة كلّها، وبعد كده هتحطها في علبة وهتحطها في الفريزر. طبعًا ده شكلها كده بعد ما طلعت من الفريزر وبشرناها، وبكده بقت جاهزة معانا. تعالوا يالّا بينا بقى نعمل أحلى بيتزا مع بعض، وبألف هنا ليكم. لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تشتركوا في القناة.